السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم استاد النهار التي تأتيكم كل أحد. طبعا غيرنا لها التوقيت في الفترة الأخيرة لتصبح على الساعة 7. اليوم راح نتحدثوا على المباريات الأربعة المتأخرة عن الجولة 17 من المحترف الأول موبيليس، ولكن نخصص بشكل كبير لشباب بلوزداد، أيضا للمنتخب الوطني، وحتى نعرجوا إلى المنتخب المغربي والكرة المغربية. ضيفنا ضيف عزيز طبعا، وضيف على الجزائريين طبعا، وبداوا يحبوه كثير منذ قدومه، بادو الزاكي. مساء الخير، مرحبا. مساء الخير الأخ حكيم، مساء الخير الصديق والأخ مصطفى كويسي. أهلا وسهلا. جمعناه مع مصطفى كويسي اللي كان ذات مرة طبعا سجل له هدف في سنة من السنوات لما كانت الكرة الجميلة تصنع أفراح الشعوب العربية. مساء الخير مصطفى كويسي. مساء الخير حكيم، ومرحبا ببادو، راه في بلاده الثانية. طبعا تتذكر له الهدف ويتذكر لك الهدف، صح؟ بالطبع بالطبع. ولا سي ان بون جوار، دونك يستعرف حتى الآن مازال. طبعا الاتحاد العربي لكرة القدم. حكيم عندي مشكل مع القنوات الجزائرية، فيما تنجي كيجيبوا لي لاعب ماركي عليا، مره جابوا لي ماتجار، مره ما جابوا لي كويسي، باقي عامل لهم اللي باقي ما شفتوش. نجيبوه لك مره اخرى، نجيبوه لك طبعا. ولكن لا احد ينكر طبعا بانه حسب الاتحاد العربي لكرة القدم نصنفه كافضل حارس. ما نسوش اللي طبعا الكرة الافريقية تاريخه وانجازاته كبيرة. طبعا سنحرجه قليلا حتى يغضب علينا، ولكن بالاخير يخرج فرحان. مساء الخير بادو زاكي. خليني طبعا نحكي لك شباب بلوزداد تقريبا 5 شهور في الجزائر. اتذكر جيدا لما جيت للجزائر في 4 من نوفمبر يوم الجمعة، اتذكر جيدا لانه جاءت بحثة للمطار. 5 شهور في الجزائر. وش شفت في الجزائر من اشياء خليني جميله قبل ما نروح لك الاشياء السلبيه، لانه في اشياء سلبيه اللي على الكره الجزائريه. وش شفت في اشياء جميله لفتت انتباهك؟ بكل صراحه، اول حاجه اللي تفاجئت بها هو ذاك الحب ديال الجزائريين في اتجاه الشخص ديالي، اللي تفاجأ. كان عارف ان عندي علاقه كبيره مع الاصدقاء اللي كانوا في الوقت تاعي، والزملاء منهم مصطفى كويسي، فرقاني، بلومي، ماجر، واللائحه طويله. ولكن الحب ديال الشعب الجزائري ذاك الشخص، ذاك الشكل اللي شفت هو اللي فاجئني كثير. طبعا كان استقبال كبير، نتذكر جيدا ذاك الاستقبال. واغضبتك الازدحام كثير في العاصمه، صح؟ وبكل صراحه احنا كنتشكاو في الدار البيضاء من ناحيه الازدحام، ولكن داكشي اللي شفته هنا في الجزائر ما يمكنش لا مقارنه مع وجود الفريق. بدات كتبان لي كازا جنة من ناحيه ذاك الترافيك ديالها. طبعا خليني ندخل مباشره طبعا مباراه شباب بلوزداد ووفاق سطيف. حسمها طبعا الامين حاميه في الدقيقه 89. مباراه ذهبت لشباب بلوزداد وحقق بها 3 نقاط مهمه من اجل ضمان البقاء. اعطيني تصريحات تاع المواجهه هذيك حتى نتحدث مع بادو زكي. هذا رايي. ظهر بعض العياء شويه على الفريق ديال ستيف، هو اللي خلى التركيز تاعو يمشي، وخلانا نحاولوا المحاولات ونامنوا بالحظوظ تاعنا حتى جات ضربه الجزاء اللي سجلناها. وتنظن بان الا كان شي فريق في وسط الملعب كان كيصر على الانتصار هو فريق السربي. كان لازم علينا لي 3 بوان. ما يخفالش باللي ابري لا فيكتوار اللي درنا كونتر غيزان كان لازم علينا مون كونفيرميو هذا لو ماتش روطار ديفون اون ايكيب تاع ستيف وين اللي دير ماشي هكذاك برك، ماشي زهر. عندهم اون طري بون ايكيب. الحمد لله حنا اونيتي بلو فولونتير عليهم. وين اون دوزيام ميطون دي دانيير مينوت عرفنا كيفاش نماركيو سي البار تيسير بينالتي. لا وفقنا يا ربي، وفقنا ربي، خلينا لي 3 بوان هنايا، حيزيدوا يعطونا لا كونفيونس ان شاء الله باش نكملوا هذا الروتور في اريحيه ان شاء الله، باش نونطاميو كوب دالجيري اللي انصار كاع شباب بلوزداد يطالبوا بها. ان شاء الله نديروا كاع اللي علينا. كنا حابين نربحوا المقابله هذه. واش غنقول لك، حنا الحمد لله يا ربي وفقنا وين ماركينا بهدف في الدقائق الاخيره، وين حيسمح لنا وين نضمنوا المانتيا تاعنا في كل اريحيه ان شاء الله بربي. ان شاء الله ماشي غير المانتيا، ان شاء الله نضمنوا المراتب الاولى ان شاء الله. بادو زكي، تقدروا تضمنوا المراتب الاولى. انت جيت طبعا في ظروف صعبه لشباب بلوزداد. الان فوز بصعوبه كبيره، هدف لصفر دقيقه 89. احنا تقريبا قريب ندخلوا للوقت الميت هكذا يسمى. الان الناس صح تطمع للمراتب الاولى. اول حاجه هو الانتصار اللي كان مستحق، ومع فريق قوي وفريق عتيد وفريق اللي كيعرف يجري المباراه ديالو داخل الميدان وخارج الميدان، واللي متصدر البطوله ب 47 نقطه. فما جاش بالصدفه، جات هناك فريق قوي وفريق اللي يقام له ويقعد.
والانتصار تاعنا حنا ديال البارح ما جاش بالصدفه، جاء عن جدار واستحقاق اللي كان لنا السربي هو اللي كان الفريق اللي كان كيصر على وباغي ينتصر وكان عنده عزيمه باش ينتصر، وفعلا تحقق له داكشي تحقق له في الدقائق الاخرى. جميل جدا. رغم ما الذي خلق عفوا على المقاطعه خلى شباب بلوزداد حتى الدقيقه الاخيره؟ قوه المنافس، انتم ربما ضيعتوا كثير، ما تبقوش خطتك مثلا حتى الدقيقه 89؟ كان المباراه كما قلت من قبل غتلعب على جزئيات صغيره وما غنشوفوش فرص كثيره، يمكن كانت فرص قليله جدا، وكانت واللي كانت واضحه فيهم هما الفريق السربي بالاخص في بدايه الشوط الاول. اما في ثلاث المباراه كانت نديه وكانت مباراه تكتيكيه، واللي في الاخير كما قلت في البوان دو بريس يمكن العياء خلى او بعد لا فريشور فيزيك ديال ستيف خلاهم شويه يفقدوا التركيز، ما بقاش بديك القوه باش يبداو المباراه، واللي خلانا حنا شويه نسيطروا على المباراه ونقربوا المرمى. على العموم حتى المباراه كون سالت بالتعادل فكنت نمضي عليها، لان كنا كنلعبوا مع فريق كبير، يعني كانت تكون منطقيه ايضا. كانت تكون منطقيه. ملي انتصرنا فكما تنقول سيت ان بليس. طبعا حنعاود نرجع ليك ونتحدثوا على النقاط اللي حققتوها، لانه 17 نقطه لحد الان في مرحله الذهاب، حققوا طبعا 16 فقط لحد الان، انتم 17 نقطه، ثاني افضل فريق في مرحله الاياب لحد الان بعد وفاق سطيف ل 20 نقطه طبعا في مرحله الاياب. خليني نروح مباراه اخرى قبل ما نعاود نرجع شباب بلوزداد والكثير من الامور مع المدرب الكبير بادو زاكي. مباراة أثارت الكثير من اللغط والكثير من التصريحات طبعا من الجماهير. مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل انتهت بهدف لمثله في المواجهة اللي احتضنها ملعب 5 جويلية، ولا فريق ربما تخدموا هذه النتيجة، لأن المولودية كانت تبحث على الأقل الارتقاء في سلم الترتيب واللعب على لقب البطولة. لحد الآن وفاق سطيف يبتعد كثيرا على النتائج بالنسبة للفرق الأخرى، ولكن شبيبة القبائل في وضعية صعبة جدا. مصطفى كويسي، مباراة أثارت الكثير من اللغط، كيف شفتها أنت؟ والله ربما أنا يظهر لي الكلام اللي قيل يعني قبل المباراة، يعني الكلام المروج هنا وهناك عن ترتيب المباراة، ربما هذا ادى ان يعني اللاعبين ما كانوش يعني مركزين. هذا شيء معروف يعني ونقدر نتفاهموه، ولكن على المباراه ككل انا شاهدت المباراه ونقول يعني بكل صراحه، يعني ما نقولش يعني كانت مستوى عالي، نقول كانت متوسطه. ربما الشبيبه ظهرت لي باكثر اراده، باكثر عزيمه، والدليل على هذاك يعني شفناهم يعني تغلبوا الكثير في الصراعات وضعيتهم الصعبه. خليني اذهب الى اذان صلاه المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمه وما قربها من مدن، بعد ذلك نعود مباشره لنقاش. تفضلوا بالبقاء معنا. تقبل الله صلاة الجميع. مشاهدينا، نعود بكم إلى الجزء الثاني والأخير من حصتكم استاد النهار. طبعا ضيفي العزيزين بدو الزاكي وأيضا مصطفى كويسي، أرحب بكما من جديد. كنا نتحدث على مولودية الجزائر قبل ذلك وشبيبة القبائل، ربما حتى النتيجة لا تخدم الفريقين، صحيح؟ بالطبع، النقطة لكل فريق ما راح تخدم لا المولودية ولا شبيبة القبائل. المواجهة الأخرى سريع غيريزان اتحاد العاصمة، يقولوا أنه سريع غيريزان لولا 6 نقاط اللي حتفوها لهم كان سيكون ربما يلعب حتى على اللقب، لأنه فريق محترم جدا. والله حكيم، اعطيتني الفرصه وتكلمنا عليه من قبل. نعم. قلنا قلت لك انا من فريق سريع غليزان من الفرق اللي تلعب كره جميله، واللي راهي يعني حتى انا يعني شخصيا راهي مدهشتني يعني عندما نشوف بعض، خاصه عندما يلعبوا في غليزان، عندما يعني تشوف اللعب يعني جماعي، لعب يعني بنزعه هجوميه، شفنا يعني التغييرات، الجهات، يعني حتى اللاعبين يعني يلعبوا ككتله، تحس يعني باللي فريق منظم، ويعني حتى يعني الترتيب تاعو الان يبقى نظن يكون يسهل احسن من اللي لو كان هاك تكلمت كل ما عندوش يعني نقص يعني 6 نقاط هذوك. لا ربما راه الان ربما بادو زكي عنده رأي. من هو الفريق اللي واجهته حسيت انه فريق عنده شخصيه، فريق عنده شخصيه وشفتوا انه قادر يدير اشياء كثيره؟ الفريق اللي واجهتوه انتم. باش نحكم عليه في مباراه ما يمكنلكش تحكم على فريق مباراه واحده، ولكن وبالاخص
مازال نقولوا لا كوب اوكي، اما بالنسبه للشامبيونا فهناك استمراريه ديال العطاء، استمراريه ديال النتائج، ديال الامور اللي كتشوفها اسبوعيا. تنظن فريق سطيف اللي هو الفريق اللي اكد راسه لا في طريقه اللعب تاعو، لا في طريقه كيف كيجري المباراه ديالو، لا داخل الميدان ولا خارج الميدان، وحتى فريق كيعرف يربح. بالنسبه للشباب الوزداد، هل لما جيت كانت عندك نظره ربما اخرى؟ لما جيت تفاجات باشياء ربما ما كنتش تنتظرها؟ نعرفوك صريحه. لا كنعرفوا اولا فريق شباب الوزداد فريق عريق، فريق عنده تاريخ، فريق ديال الالقاب، فريق ديال الالماس، عاشور، رموز من رموز كره القدم الجزائريه. فما جيش لشي فريق اللي هو صحيح. اللي هو غريب، الانسان يفتخر يجي الفريق وعنده قاعده جماهيريه رائعه لحد الان، رائع لحد الان، بدبلوماسيه مميزه سيد بدوزاكي. كل شيء التاريخ والاسماء الكبيره، ولكن ما لم تجده انت مثلا واعاقت عملك؟ لانه حتى انتقاداتك ربما تفيد الكره الجزائريه. لا تنظن بان المشكل اللي عند فريق شباب الوزداد عند جميع الفرق الجزائريه. الا ما قلت اغلبهم، لا نقدروا نستثنيو جوج فرق او ثلاثه، هو ما عندكش ميدان ديالك اللي يمكن لك تتصرف فيه بواحد الحريه. صحيح. سواء في اوقات التدريب اللي بغيتي، يمكن دير ان بكوتيديان في الوقت اللي بغيتي، تزيد واحد العمل اضافي لبعض واحد المجموعه سواء شبان او اللاعبين اللي ما كيلعبوش في هذه الامور. كانت باريزون عندي في المغرب، وملي جيت هنايا كنلقى راسي مقيد وما كنعطيش حتى 40% او 50% داك الشيء اللي بغيت. يعني ربما لما تجي للملعب تلقى ربما فريق اخر يتدرب وتنتظر، ما كاش الملعب ليك انت بالضبط. هذه امور اللي بكل صراحه ديال لورغانيزاسيون اللي كتعيق العمل تاعي، ولكن كما كيعرف مسيو كويسي ان انترينور كيخصو يتادابتا مع جميع الظروف ويفرض راسو ويخرج التوليفه باش يمكن له يعطي اضافه للفريق اللي جاي لهذا. فانا ملي جيت كانت ادابتا شويه مع العقليه، شويه مع لي زانفراستركتور، شويه مع الامور باش يمكن نكون ايجابي. الا جيت نفكر في السلبيات من طبيعه الحال يعني انا براسي غادي ندوز ان بريز نيجاتيف للمجموعه ديالي. حتى السلبيات كانت في المستحقات الماليه. والمستحقات الماليه تنظن جميع الفرق العالميه راه كتعيشها، ولكن ملي كتكون اون استراتيجي باش يمكن لك تغلب عليها تدريجيا، وكدير واحد المخطط او خريطه الطريق باش يمكن لك تغلب عليها، فهذا هو الاهم. لان المكتب الجديد ورث واحد الارث اللي هو ثقيل، ورغم المشاكل اللي حصلت فكاينه اون استراتيجي باش كيحاولوا يتغلبوا عليها ويصرفوها في واحد المده اللي اتفقوا فيها مع اللعابه. وتنظن فهذا مصطفى كويسي بعيدا عن دبلوماسيه بدوزاكي، وانا نعرف هذا الامر لانه منطقي جدا لما يكون مدرب، طبعا مدرب لذاك النادي، ربما الظروف الصعبه، لانه النوادي الجزائريه لما يجيك مدرب الان عنده استراتيجيه باش يخدم، يجي ما يلقاش ملعب باش يدرب فيه، يلقى الفريق الاخر ظروف صعبه. بالطبع هو تكلم لك اعطى لك قارن، يعني نروحوا احنا مقارنه غير مع الجيران، وقارن يعني مع المغرب، يعني وين الجميع نقدر نقول معظم الانديه تاعهم عندهم كل الظروف، يعني عندما نقول ظروف يعني لو ستريكت مينيموم، ماشي يعني نطلبوا احنا سي ملعب. هذا واش راه يطلب؟ من يتحمل هنا المسؤوليه؟ تعرف أنه لما نتحدث هنا من أجل الإصلاح، مثل ما أصلحنا الكثير من الأمور في الكرة الجزائرية، هل الآن الدولة هي التي مطالبة بإنشاء هذه المنشآت، أم أن النوادي ضروري أيضا تساهم؟ بالطبع الدولة عندها مسؤولية كبيرة نقدر نقول لك نسبة كبيرة. نعم. في الخلل هذا تاع الميادين. نعم. في لي زانفراستركتور. أنا نظن باللي الآن حان الوقت رغم اننا نسمعوا باللي كاين ملاعب اللي راهم يعني قريب يعني ينجو، ولكن نظن باللي قليل، لازم اكثر من هذا. لا حبينا يعني نعاودوا نطوروا الكره الجزائريه ونعاودوا نخدموا التكوين، لان نروحوا نعاودوا للتكوين، نعاودوا يعني التكوين يجي يعني يكون افضل. هي لابد ان نصنعوا ملاعب وننشئوا ملاعب لكل الفرق
يعني طبعاً. يكونوا يعني حرين. أنا معروف طبعا لأنه الانتقادات كثيرة ربما اللي وجهناها للكثير من الاتحاديات، لاتحادية كرة القدم واتحاديات أخرى، ولكن أيضا حتى لوزير الشباب والرياضة يجب أن يهتم بالأمور هنا، لأنه أنت المسؤول الأول، ثم نذهب إلى مسؤولية أخرى لأشخاص آخرين حتى نوفر لهذو اللاعبين لهذو الشباب، لأنه ينتظروا منكم ما عندهمش حتى مساحات وين يلعب، ثم نتحدث فقط إلا في التصريحات الأخرى. يجب أن ننهض قليلا من الأمور الأخرى فقط في التصريحات والاستقبالات، ونخرج أيضا للميدان. طبعا هذه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة. خليني نخرج لك قليلا بادو زاكي، ماذا ينقص الشباب بالوزداد ربما للفوز بلقب؟ هل يجب أن يتغير العديد من الأسماء في نهاية الموسم؟ واولا كخص اون استراتيجي واضحه المعالم، ان بيجي باش يمكن لك دير دي ريكريتمون، وكون ان بيجي باش تسير به طيله الموسم ما يكونوش، لان مادام كتطلب كتيكزيجي روندمون من عند اللاعب وان لين دو كوندويت اكسبتابل، كيخصك تأدي اللاعب المسائل تاعو، وكذلك كيخصك تجيب لاعبين في المستوى اللي كيمكن لهم ينافسوا على اللقب. كم ينقص عدد من اللاعبين الأسماء التي ربما يرغب فيها مثلا بادو زاكي إن بقي طبعا، لأنه سنتحدث عن مستقبلك؟ كم من العدد من الأسماء مثلا 5 10؟ لا هذا بقى لا حتى استراتيجية. أعرف أن السؤال محرج، ولكن حتى نعرف استراتيجية حتى إجابته ربما تفيد. لأن التقييم ما كيديرش دابا، التقييم كيدير في آخر الموسم. الآن كندير التقييم ديال النقاط اللي كناخذ باش يمكن الفريق يخرج بأسرع وقت ضمن النقاط اللي كتخول ليه البقاء بصفة نهائية. جميل. وكذلك كنجيروا المباراة اللي بقاو ولا كانوا كيخولوا لنا نلعبوا على الأماكن الأمامية، لما لا؟ لهذا بالنسبة لي فالتقييم السؤال تاعك غادي نجاوبك عليه في آخر الموسم. طبعا ستكون معنا في نهاية الموسم ان شاء الله. ان شاء الله الا استدعيتيني غادي نجي. طبعا انا الباب مفتوح طبعا لك ولكل المدربين. طبعا بادو زاكي، طبعا السؤال يتبادر الى ذهني، هل سيبقى بادو زاكي في شباب الوزداد قياسا بما سمعته ليس من عندك لانك دبلوماسي ولا تريد الاجابه؟ سمعت ان ربما الظروف لا تتوفر كثيرا، هل عنده طموح كبير مثلا يبقى في شباب الوزداد او يبقى في الكره الجزائريه؟ لانه البعض يقول لك صدم من بعض الامور بادو زاكي، واربط لك السؤال انه بادو زاكي ربما لا يعمر كثيرا في الانديه، موسم موسمين على مدار اغلب الانديه التي دربتها، وان كان فريقك الام الوداد البيضاوي هكذا. اولا في كره القدم ما كيمكنلكش تحدد، لان داكشي اللي تيكون في الصباح اسود يمكن في المساء يتغير الاحمر. حتى واحد انا براسي ما كنتش كنظن بانني غادي نجي واحد النهار نضرب في الجزائر، وبين عشاء وضحى كنلقى راسي انا في الجزائر واليز ومحبوب وباغي نعطي اضافه للفريق اللي تعاقدت معاه. طبعا الان كتقول لي واش يمكن لك تزيد في شباب الوزداد؟ اوكي يمكن لي نزيد في شباب الوزداد، ولكن خاص اون استراتيجي اش باغيين العام الجاي. جميل. ما يمكنش، لان اجابتك واضحه. تنعرفوا فريق شباب الوزداد فريق عريق، فريق ديال الالقاب، وعنده قاعده جماهيريه، ما يمكنلكش تطلب تلعب على المانتين العام الجاي. امبوسيبل. او موا غتلعب على الاقل البوديوم او ان بوست افريكان. هي الامور التي دونك هذه الامور هذه كيخصها كما نقول امكانيات، كيخصها اللعابه ديالها، كيخصها تخطيط، وكيخصها كما تنقولوا واحد الرغبه، والرغبه ماشي ديال بادو زاكي، ديال جميع الفعاليات. رساله واضحه. ربما هي الامور التي لم تسمح لك بالبقاء مثلا مع الفتح الرباطي، الكوكب المراكشي، ربما لمده طويله. كنعرفوا بان الظروف تختلف طبعا، بان العقليه ديال نقدر نقول الامور المغاربيه فهي عقليه كتختلف بكثير على العقليه المحترفه. نعطيك مثال، جيت للسيربي كان الكل كيطالب يا ربي غير نخرجوا من المنطقه الحمراء. الان كيطالبوا في نفس الموسم كيطالبوا نقربوا البوديوم وندو التيتر. الا دينا التيتر ديال لاكوب صافي دير كوا عوضنا ندوي على موسم كارثي، غادي ندوي على موسم ناجح. لهذا هذه العقليه هي اللي ما كتعرفش المسير او المحب اش باغي. مصطفى كويسي صحيح تتربح مباراه
كيطلب لك البوديوم، كتخسر مباراه راح حنا غادي ننزلوا. ما يقوله صحيح مصطفى كويسي بدوزاكي، لانه حتى في اتحاد بسكره تتذكر جيدا مع منير زغدود اللي جيء به من اجل فقط البقاء. ويا ربي الان المركز الثالث، ابعاد منير زغدود سياسه غير محترفه تماما. العقليه هاو عرفها يعني، هاو جا عنده 5 شهور هاو درك جيدا. لا حتى بالطبع حتى في المغرب يعني توجه مغاربي. هذه نقدر نقول عربيه، ماهوش غير في المغرب. حتى هي يعني نفس الشيء المدربين يعني، حتى تعرف انت باللي بالرساله يتقالوا. لا فاعطيتني فرصه باش نهضروا على اتحاد بسكره يعني اقاله والله انا راني مصدف، راني مفاجئ، ما فهمتش انا كيفاش هذا الانسان. نذكروا هنا نهار جبنا وين جابوا هذا مدرب منير زغدود اللي نحترمه واللي نحيوه، اللي جابوها ويقولوا له برك نقد لنا الفريق يعني من لان بدا اتحاد بسكره يعني كانت بدات يعني بمرحله يعني صعيبه يعني الهزائم متتاليه. من بعد يعني كي دار يعني مسيره يعني نقدر نقول ايجابيه، والحق حتى وين راه يعني ينافس يعني مع الفرق اللي راح تصعد، يجي دار ماتشين يعني مع مولوديه سعيده. مولوديه سعيده تجي توقيلوا. هاوليك من الاشياء هذو اللي لازم يتغيروا، لازم هذه والله بتاتر انا ما شاطرك شي حاجه الى الجمهور والله غير مقبوله، الى من عند الجمهور مقبوله. عادي نقدروا نقولوا يطلب، هذا هو لو سيبورتر مغربا يحب، ولكن عندما تجي من عند مسؤول بادو هذا غير جميل. مقبول. مصطفى كويسي خليني نغير له قليلا لانه الوقت يداهمني. طبعا الجماعه مش عارف اذا كان الوقت، طبعا لم يبقى لي الكثير. بدو زكي طبعا اسمك كان مقترح، وحتى الجماهير الجزائريه كانت تفرح لما تسمع اسم بدو زكي ممكن مقترح على المنتخب الجزائري. يقول لك بدو زكي المسافة بعيدة مع جورج ليكانس، لأنه الآن جورج ليكانس الإسلام بعد تجربته الأولى تجربته الثانية. هل صحيح أنه عرض عليك تدريب المنتخب الجزائري؟ جامي. حتى اللقاء الذي كان مع رئيس الاتحاد الجزائري سابقا؟ اللقاء أنا عندي علاقة صداقة مع فروروا واللي كنحترمه كثير. اللي عرض عليا هو مسيو قرباج لسيدي موسى، وشرفني بسيدي موسى باش نشوف المرافق تما. كان تكلمنا في كل شيء الا في امور ديال المنتخب الوطني. لكن لا تمانع تدريب المنتخب الجزائري؟ الواحد يدوي بصراحه المنتخب الجزائري كيتمنى اي مدرب يدربه، لان عنده قاعده من اللاعبين الكبار، اللاعبين اللي يمكن لك تصنع بهم عده اشياء، ولكن باش ندوي في هذه الساعه هذه بهذا الشكل فتنظن كاسم كبير طبعا مثل بدو زكي ولديه الخبره الطويله طبعا في الملاعب العربيه الافريقيه طبعا وحتى في المغرب. ما الذي كان ينقص المنتخب الجزائري حتى ربما يحقق نتائج ايجابيه في كاس الافريقيا، او ما الذي جعل المنتخب الجزائري ينهار بذاك الصورة حتى خيل الكثير من الجزائريين بأن ليس هذا هو منتخب زمان؟ من الصعب نجاوب على هذا السؤال لأن أنا ماشي قريب للمنتخب باش نعرف المشاكل تاعو الداخلية وكذلك. نظرة تقنية. نظرة تقنية، فنظرة تقنية غنشوفها في مباراة وفي مباراة توي بوسيبل يمكن لك تلعب مباراة كبيرة وتخسر. هذا بالنسبه لي هو الامور اللي هي داخليه والامور التدبيريه وبالاخص من ناحيه ستاف هي يمكن لك تعطيك منتخب قوي او منتخب يمكن لك رغم الامكانيات البشريه اللي عندك ما تحققش نتائج اللي هي في المستوى اللي كيطلب الجمهور الجزائري. مصطفى كويسي يعني ربما يريد القول بانه الطاقم الفني اللي كان ربما لم يكن في المستوى. ما عارف اذا كنت مستوى يمكن ما تادبتاش مع العقليه مع الوضع. يمكن التغيير ديال الناخب الوطني الاول وجا الثاني ما عندوش الوقت. بعض الامور اللي يمكن في هذا الشكل. مصطفى كويسي الان الحديث على امكانيه، تذكر جيدا لما استضفنا خدين زاتشي قبل يومين فقط من انتخابه على راس الاتحاد الجزائري، قال لك انه مدرسه ربما اسبانيه تستهويني مع تدعيمها بطاقم موسع. طبعا ترى في انه ضروريه نهج مدرسه اللي تبعها الكره الجزائريه، ماذا ينقص بالضبط؟ والله انا ماشي بهذا الطرح، انا والله ما شاطرش هذا الطرح. نعم. لان المدربين تقدر تلقاهم في اي بلاد يعني اللي يكون عنده مستوى، ماهيش بالضروره تكون يعني في اسبانيا أن تشغل باش تكون يعني مدرب. وحتى في اسبانيا وتكلمنا عليها يعني في الحصه اللي فاتت، روح شوف شكون راهم مدربين تم. الاغلبيه يعني جايين من امريكا
اللاتينيه. اذا نعم. يعني المشكل ماهوش في المدرب يعني الاسبانيول. انا نظن باللي لازم المدرب اللي كما قال لك حاجه اللي يعرف يتخادم ويعني يتماشى مع الاوضاع تاع الكره الجزائريه، لان عندها كاين اوضاع يعني استثنائيه الكل يعني نعرفوا واش كاين. نعم. حتى الكره عندها يعني دي سبيسيفيتي يعني تروح باغ اكزومبل تروح اوروبا ولا الجزائر هنا مش كيف ماهيش نفس الكره، خصوصيات يعني خصوصيات تاعها. نعم. اذا لازم المدرب مهما من غض النظر كان اسبانيولي او فرنسي انا نظن يكون يعرف الاوضاع ويعرف خاصه الشيء اللي تكون عنده شخصيه ويعرف كيفاش يتعامل يسير مجموعه تاع طبعا اللاعبين. نعم. بدو زكي، هل نفس النظره بين المغرب والجزائر بالنسبه لكرتهم؟ يعني المنتخب هو الاساس ثم ربما حتى اهمال للمنتخبات الاخرى، المنتخبات الشبانيه مثل ما نرى في الجزائر. لا ما يمكنليش ندوي على الكره الجزائريه، ندوي على الكره المغربيه، لان الكره المغربيه بكل صراحه عندها اداره تقنيه في المستوى، عندها امكانيات ماديه اللي كتصرفها على القاعده باش يمكن تعطي جيل والطعام للمنتخبات من الصغار، مرورا من الصغار الفتيان الشبان، وكذلك المنتخب الاولمبي والفريق الكبار. مع كامل الاسف باقي الان ما كنجنيوش الثمار ديال هذا العمل اللي كاين من ناحيه نتائج، ولكن العمل كاين، القاعده كاينه، لي زانفراستركتور كاينين، اطور في المستوى كاينه، كيخص واحد شويه ديال الصبر باش يمكن الكره المغربيه تجني الثمار ديالها. هذا الذي عفوا مصطفى هذا الذي ربما لم يسمح لك بان تصبر أو يصبرون عليك كثيرا من 2002 2005 الفترة الأولى في المنتخب المغربي رغم النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققتها، ثم 14 16 صحيح في فترتين. أنا ما كندوي، أنا دويت لك نظرة شمولية نعم. من القاعدة. أما المنتخب الأول في جميع الدول مطالب بنتائج على حسب الإمكانيات. لكن حققت نتائج في الفترة الأولى. أنا في المنتخب الأول سواء من 2002 2002 حتى 2006 حققت نتائج اللي هي مرجوه، الا التاهيل كاس العالم اللي ما تاهلناش في 2006 بحكم نقطه واحده كانت خاصه المنتخب التونسي، وب20 نقطه ما استطعناش ندوزوا لكاس العالم. صحيح. ومنتخبات اخرى دازت ب 14 ب 15 نقطه. في الفتره الاخيره ملي انا الفتره الاولى انا اللي استقليت، الفتره الاخيره وقيلت رغم الاهداف اللي هي مسطره، وهذه نظره او ديال الجامعه اللي بغات ان بروفيل اخر. تلقيت عراقيل؟ نو بالعكس. انا جميع الامور اللي كنت كنخططها الا كنت كتوفر لي ادالتر، والحمد لله النتائج، لان كنا في اقصاء ديال كاس افريقيا من 6 نقاط كانت عندنا 6 نقاط. صحيح. في التاهيل لدور المجموعات باش نلعبوا كاس العالم تاهلنا لكاس المجموعات، يعني الاهداف المسطره اللي عندي 100%. بالعكس انا خديت منتخب كان ما كانوش نتائج، كانت تصدعات، كانت انزلاقات من هي الامور التي حدثت ربما خلت ربما الصدام مع بعض اللاعبين ما يسمون بالنجوم. حدثت لك الصدام مع نور الدين الليبت اتذكر. هذيك في الفتره الاولى طبعا. هذيك اليبوك ماشي الصدام خلقوه الصحافه. اما بالنسبه لي انا فانا درت امور اللي كتفرضها عليا الخدمه تاعي. لعبت لعب او ما لعبتوش هذا سيتون شوا ديالي انا، وانا كنتحمل المسؤوليه تاعو. اما نور الدين الليبت حتى واحد ما كينكر، نور الدين الليبت واحد من رموز كره القدم المغربيه، اعطى الكره في مباراه من المباريات اللي شفتو انا خارج من ان بليسير ما لعبتوش، وهذا حق مشروع تاعي ماشي اصطدام. طبعا هذا ما قلنا حتى لا تغضب علينا كثيرا. لا انت واحد من الاسماء المهمه طبعا العربيه وحتى الافريقيه، افضل افضل اسم افريقي تذكر جيدا، طبعا الجميع يتحدث عن هذا. ما الذي لم يحققه بادو الزاكي طبعا في مشواره ربما التدريبي؟ خليني اقول لك، لانه حتى في تدريب حققت الكثير من الاشياء، نهائي كاس افريقيا مع المنتخب 2004، كاس العرش ايضا حققتها بكؤوس اخرى مع الوداد البيضاوي. ما الذي لم تحققه لحد الان في مسيرتك او ترغب في تحقيقه؟ هو الرغب اللي كنبغي نتمنى نمشي نحققه هو الظروف ديال العمل، ونتعامل بعقليه محترفه وبعقليه اللي كيمكن لها تحاسبك
في اخر الموسم على حسب الاهداف اللي سطرتي النهار الاول. اما المصري تاعك كي تربط مباراه ربحات او مباراه خسرات، فانا ما، لان الاهداف ما كتحققش في مباراه او جوج، كتحقق في اخر الموسم. ربما باستثناء المنتخب المصري في النسخة الأخيرة. قبل ذلك كنا نتحدث عن تيهان بالنسبة للمنتخب الجزائري في إفريقيا طبعا، أو حتى في كأس أفريقيا بالنسبة لمنتخب تونس أو بالنسبة للمنتخب المغربي. في وقت ربما البعض يقول أن الكرة الإفريقية تطورت، هل هذا صحيح؟ تنظن بأن الكرة الإفريقية تطورت من ناحية المنتخبات، ولكن لا تطورت، ماشي تطورت بالمجهودات الداخلية، فهي تطورت لأن عندهم لاعبين اللي كيمارسوا في نوادي أوروبية كبيرة، واللي استغلوا تكوين ديال اللاعبين اللي كيمارسوا على برا، ومن طبيعة الحال كيعطيو إضافة كبيرة للمنتخبات ديالهم. أما لا قبطنا مثال نقولوا نيجيريا ولا السنغال ولا الكاميرون، الكرة الداخلية ديالهم نقارنوها مع الكرة الجزائرية أو المغربية، فلا مقارنة مع وجود الفارق. طبعا قبل أن في الدقيقة الأخيرة هكذا، لأنه من المفروض بادو زكي يعطيونا من الآن، لأنه مصلحة بث من المفروض ساعات طويلة لأنه الواحد يستمتع معه بتاريخه. مصطفى كويسي، طبعا في عجالة طبعا ما الذي المنتخب الجزائري للرئيس الجديد الآن، اجتماع المكتب في الرئيس يكون يوم الاثنين تقريبا أو يوم الثلاثاء، ما الذي يجب حاليا؟ هل ضرورية المدرب فقط؟ لا، هي من الأولويات هي المديرية التقنية. أو تكلم قالك في المغرب كاين مديرية تقنية قوية. هذا من أول شيء اللي لازم يدار هو المديرية. لا، المديرية الفنية. أنا تمنيت لو كان يعني هذه المديرية هي اللي من بعد، يعني بعد اقتراحات تاع يعني الأسماء، هي اللي تقترح الاسم تاع المدرب للرئيس. بدو زكي، ماذا تقول لنا في الأخير؟ لأنه سأستضيفك لساعات المرات المقبلة بإذن الله. وقت قصير ولكن كان ممتعا معك، استمتعت حقيقة معك. ماذا تقول لنا في الأخير؟ طبعا أتمنى لا تكون الكلمة الأخيرة مستقبلا، لأنه أتمنى تبقى في الجزائر. وش تقول لنا؟ وانا اولا كنشكر الجمهور الجزائري او الشعب الجزائري على استضافته ليا، كذلك بصفه خاصه الجمهور ديال شباب بالوزاد اللي سواء بقيت سواء مشيت غادي يبقى في القلب. والحمد لله كما قلت النهار الاول كانوا يسولوني على شنو هي الاكله اللي كتبغينا في الجزائر، قلت لهم لحد الساعه باقي ما عنديش الشهيه باش ناكل، ما تجينيش الشهيه حتى نخرج السيرفي من الوضعيه تاعو. الان الحمد لله الشهيه عندي مفتوحه، لا الاكل ولا النقاط اللي ما هي الاكله التي ترغب في اكلها؟ الاكله التي ترغب في اكلها مادام خرجتها من الوضعيه، الاكله لك حاب تاكلها؟ الكسكس الجزائري توتي. يلا مصطفى، انا وانت ضروري. والله انا كلمه اخيره برك، يعني نتمنى ان شاء الله ان بادو زكي ان شاء الله يلقى مع يعني نتكلم عليها هو المركب الرياضي تاع الخروبه، ان شاء الله يكون يعني في سرعه، شكرا جزيلا مصطفى كويسي. يتعامل بها احسن. مصطفى كويسي، شكرا جزيلا. الاسم الكبير في الكره الافريقيه بادو زكي، نتمنى ان يبقى في الجزائر حتى يعطي اشياء اخرى للكره الجزائريه. التقيكم على خير باذن الله، السلام عليكم.